أنا صالح وهذا يوسف. عمرنا ما كنا متفقين، لا بالحياة الواقعية ولا حتى بالرياضية. أحيانا نتفق، بس مش كل اتفاق معناته إنه اتفاق. أين رايحة؟ هنا أستاذ هنا. أخي طيب كيف عيب عليك، احترم نفسك كما أختي. حبيبي أنت يا صالح. كمل يا أستاذ. تستمر خلافاتنا على أتفه الأسباب يوميا. كلب راقد ترقمه ليش؟ مو عمل باك يا أخي مدخلك يقرب لك أخوك بن عمك من الأهل مدخلك، ولا قصدك تعاكسنا بكل شيء وحقوق حيوان ما حقوق حيوان؟ خلاص أمالة خلاص أنا ما بينيش طافة على النقاش حقك. بعدين ها لا مين عمك معنا كمان 15 أبطال. لا مين عمك 15 أبطال. طبعا أنا حابب أوضح عن الحالة المصابة بمرض داء الكلب والتي وصلت إلى المستشفى اليمني السويدي بالأمس. الحالة هذا مين؟ عامر البوصي؟ الذي يسكن في المواصل. تكلم على داء الكلب ما داء الكلب بس تحسها في بالغ. لا مش مبالغ، عادوا بالعصر الكلب قدم بنقارنة فيصل. فيصل من الصنعانية. أيوة بس اسم أبوه نسيت يا أخي والله. أهم شيء قال شي يجيب المسدس يقتل الكلب. الله يقتل الكلب. ونعرف جميعا أنه والله ما في شفت حالة ظهور أعراض داء الكلب على أي حال الله أعلم. يؤسفني أقول أنه ما ينفعش معها أي علاج. حرام عليك، ليش كذا تسوي؟ ذا كلب ايش تسوي فيه باك؟ خلي لي حالي انت والفضول، عاد انا بقتله لانه قدم ابني. ايوه حرام عليك حرام. تخيل نفسك كلب يجي واحد يعملك كذا. حتى انت حرام. تمام. يوسف مكانك ما تفهمش يا أخي، أنت ما تفهمش. أقول لك هذه أختي. ما لا معمل لك. خلاص فهمنا يلا. آخر مرة لك. آخر مرة لك. تمام. كما هو على فكرة، هو العفو عند المقدرة ولا بس. لا تعال. خلاص خلنا آخر مرة. سلمى ما حصل بينك وبين يوسف؟ من يوسف؟ يوسف هذاك اللي كان جالس جنب أبو فيصل. شفت ابو فيصل كان جالس يرقم الكلب، كان يشتي يقتله. حرام، اول مره اشوف كلب يفتقع من الناس. المهم المفروض يفتقعوا الناس من الكلاب. هو شوفي أبو فيصل هذا ابنه قدمه الكلب، دحين كل ما حصل كلب يجلس يرقمه. يمكن هو ذا اللي قدم ابني على العموم هم الكلاب كثروا، ولابد من طريقة يحلوا المشكلة دي. علي ما هو هال يا حبيبي روح اشتري لي ثلج. هياها يا اخي، كن قزح حاجتك من نفسك. تكلم معي سوا يلعن، تكلم معي سوا. ما لا يا اخي، ليل وكلاب تشتي نخرج علشان يجي كلب قدامنا صح؟ الكلاب يفتقعوا منك، بعدين الكلاب قدهم حبوبين معي قاعدين. ليش؟ والله قدهم حبوبين. شكلك قدك مع حقوق الحيوان. حقوق الحيوان. مع حقوق الحيوان ولا مع سلمى؟ نجي نروح اشتري ثلج سريع. ناهي تضيرف. ابو فيصل مو يشتي ذا. الو. ايوه الحق اخوك، اقول لك اخوك قدموا كلب. ايش؟ اقول لك تعبنا المستشفى. طيب اسمعنا، اشتريت له العلاج. ما حصلنيش، ما في، يقول لك معدوم
هم الصيدليات يبيعون بسعر 10 أضعاف السعر. يا ابو فيصل الله يستر عليك يا اخي، اتصرف اشتريها شويه انا وبقي لك. ادخارك سريع. يلا هي. إلا حرام، وهذا الخبر ما يصلح. عادك تنصحنا مشكلة مدري ايش. دحين هذا منو شو لفوه؟ يوسف، يوسف، ايش في مالك؟ مالك مطنن؟ انت داري يا صالح انه اخي قديم وكلب. ايوه سمعت، بس هذا على فكرة مش مبرر انك تقتل اي كلب تحصله. الان هو ذا همك، احنا الله احنا اسعفناه، وانت هم لي الكلب مات ولا لا؟ هي مش قصة الكلب، انا ما قد شفتوش كذا تهاجم الكلاب من قبل. طيب مالك ومال الكلب؟ كيف سويتم امس بخصوص اخوك؟ حصلتم ابرة عالجتنه؟ انت ما عشتش اللي عشتوه امس. تخيل انه ما فيش ابره حق داء الكلب، لا بالصيدليات ولا بالمراكز، يعني قلبنا الدنيا فوق تحت ندور ابره. طيب كيف عملت؟ تخيل يا صاحبي، شر البليه ما يضحك. اصبحنا نشتري العلاج من السوق السوداء، الابره حق داء الكلب رحنا ندورها من السوق السوداء ب10 أضعاف قيمته. والله اني كارثة. الكلاب كثروا ونحن لازم نتخلص منهم بطريقة صحيحة. يليك هذا الفيلسوف كيف طريقة صحيح؟ قد سمم أبوه وخلاص يموت ولا جالي. سميمه ما اختلفناش، بس اهم شيء انه يموت موتة صحيحة ما يتعذبش. الرسول قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وكما قال بالحديث. خيرة الله، لا أنت تفهم كيف يقولوا إنك حمار، بس والله إنك فيلسوف. هذاك لو كنت تخزن إنك قوة القوة. خلي لي حالي يا رجال، انت والقط هذا شتم سخنة صميل. على فكرة انا اقدر اكون فيلسوف من غير ما اخزن. ما أنت خلي لي حالي، ما حد قدر يمسخك، إنه قلادة منك إنه ما تشيش تمتسخ. يلا هيا على الاقل خرجناك من المود اللي انت فيه به. خاطرك شقي معي ها؟ بعدك أنا عشنا نروح قد إحنا معك غير. الاختلافات موجودة والوعي ضروري، لكن لازم ان احنا نعرف الصح من الغلط. داء الكلب مرض، والمرض هذا ما ينحلش بالقتل دائما. الحل هو مكافحة هذه الكلاب ومنع انتشارها.